صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ. آه شوفوا كده، طبعا كل الناس بتعمل صينيه البطاطس وعارفاها، بس يعني يمكن تكه بسيطه تفرق معاكم في الطعم قوي. معايا هنا معلقه ملح، ومعلقه من 7 بهارات، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ومعايا بصلتين مبشورين هحط عليهم التوابل واقلبهم كده كويس. اخلط التوابل معاهم. ومعايا هنا الفراخ طبعا مغسوله ومتنضفه بملح وليمون ومتصفيه. هبدأ ان انا اتبل تحت الجلد كده زي ما انتم شايفين، احط البصل تحت الجلد وهعمل الكمية كلها. بعد ما عملت الكمية كلها عندي صينية على النار، هحط فيها شوية زيت، واستنى لما تسخن كويس جدا، وهدي صدمة للفراخ كده. انا مش بدي الصدمة عشان اللون، انا بدي الصدمة عشان حتة الفراخ تبقى طرية من جوه، وفي نفس الوقت ما نحطهاش في صينية البطاطس نية، تبقى واخدة نص تسوية اهو زي ما انتوا كده شايفين بعد ما طلعتها. معايا هنا 3 بصلات متقطعين شرايح، ومعايا التوابل وفصين توم والبطاطس والطماطم. حاطه في الخلاط مكعب مرق الدجاج وقرن فلفل مع الطماطم وشويه صلصه. ومعايا هنا توابل ملح وفلفل وبابريكا و... وكزبره. اجيب نفس الصينيه اللي عملت فيها الفراخ، هحط فيها البصل وهنزل عليه بالتوابل كلها، وبرضو هنزل عليه بالثوم. تمام. وهقعد ادعك في البصل بالتوابل كويس جدا، وكمان رشه من الزيت، شويه بساط قوي. اقعد ادعك في البصل حلو قوي قوي مع التوابل مع كل الحروقه اللي في الصينيه دي. طبعا اوعوا تغسلوا الصينيه عشان دي الدهون اللي نازله من الفراخ، والطعم كله بيبقى فيها يعني بيبقى حلو. تمام. وسمك البطاطسية انا وريتهولكم من الاول، يعني ولا تخينه ولا رفيعه عشان تستحمل سوى الفراخ. بعد كده رصيت الفراخ ونزلت عليها بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط اهو كده على الفراخ، وهقوم هزها هزه بسيطه، وبعدين هحطها في الفرن. تحفه.